فرح حمودي كمان كام يوم، وحسيت يا جماعة ان هو متوتر جدا. كلمته بقى الصبح وقلت له اجهز، هوديك احلى مكان في العاشر من رمضان، بيعمل قهوة وبيعمل كرواسو حلو حادق خطير. بصراحة نفسيته ما كانتش احسن حاجة، بس الحمد لله وافق ونزل معايا. حبيت ان انا اخرجه من الضغط اللي هو فيه ومن العمال والصنايعية، وبما انه اول مرة يجي هنا فطلبت له الاوردر المفضل بتاعي، طلبت له كرواسو بالجبنة واللحوم الباردة. جماعة انتوا مش متخيلين طعمه تحفة ازاي، خصوصا ان هما اللي بيعملوه بنفسهم، يعني هما اللي خابزين الكرواسو بنفسهم. هش جدا وطري جدا وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. وطلبت له كمان كرواسو نوتيلا علشان يحلي بيه، وطبعا علشان يومي ما ينفعش من غير قهوة فطلبت سبانيش لاتيه. هما بيعملوا احلى سبانيش لاتيه ممكن تدوقوه في حياتكم. ده غير بقى ان هما بيعملوا دوناتس خطيرة هشة وطرية وطعمها تحفة. بيكون كمان موجود عندهم ديزرت تانية زي الكوكيز، وكمان موجود سينابون، والاتنين طعمهم احلى من بعض. بصراحة دي احلى خروجة بخرجها، الخروجة بتكون هادية ورايقة ولطيفة، وبحس ان انا واخدة راحتي من كتر ما المكان هادي ورايق. ودي كانت خروجتي مع حمودي، ادعوله بقى دعوة حلوة.